انتقال زيزو للنادي الاهلي وتوقيع زيزو مع النادي الاهلي. الخبر اللي على طول منتشر على السوشيال ميديا من امبارح لحد دلوقتي، وكل صحفي بيقول الخبر ده تحديدا، وناس كتير يا جدعان بتصدق الموضوع ده وكانه حصل بالفعل. لكن تعالى كده عشان اقول لك على حاجه بسيطه جدا وانت لوحدك هتفهمها، هتعرف وتتاكد ان الموضوع ده بعيد جدا. ولو اللاعب، الموضوع كله في ايد اللاعب مش في ايد اي حد تاني. اول حاجه، اللاعب في الوقت الحالي الزمالك عرض عليه 50 مليون جنيه في الموسم. ده غير ان كمان اللاعب هياخد منحه تعاقد 30 مليون جنيه. هل انت عندك في النادي الاهلي هيدي للاعب في الموسم الواحد 50 مليون؟ بالطبع لا. ده غير ان كمان ابو اللاعب رفض فكره ان اللاعب ياخد في الثلاث مواسم دول 180 مليون، وعايز 290 مليون جنيه، يعني يزيد عن ربع مليار جنيه. طيب هل حضرتك في النادي الاهلي هيوافقوا على الكلام ده؟ بالطبع برضه لا. طيب اللاعب دلوقتي حاليا